السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنوريكم الغدا بتاع والدتي. طبعا كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها على طريقة والدتي بناء على طلبكم انتم. فالنهاردة صورت لكم كده وهي بتحضر الغدا بتاعهم. النهاردة كان سمك قراميط كده مدسوس في الفرن برز احمر، هتشوفوه طبعا معايا. خرطنا كده بصلتين كبار ونزلنا عليهم بعصير الطماطم، وبعد ما بدأت تغلي شوية كده نزلنا بالخضار بتاعنا، طبعا كزبره وبقدونس وشبت زي بتاع خلطة المحشي بالظبط، وكمان فلفل اخضر كده متخرط رفيع. هنسيبهم بقى كده يغلوا مع بعضهم شوية، وبعدين امي هتنضف السمك. طبعا كنت حابة ان انا اصور لكم تنظيف السمك بالتفصيل، بس ما حبيتش يعني علشان بيبقى المنظر بتاعه مش مستحب، ممكن ناس تقرف او حاجة، لانه بيعمل دم وحاجات كتير كده. بس يعني وريكم كده حاجات بسيطة وهي بتذبح السمكة. طبعا لما نزلت لكم بوست على المنتدى الصبح قلت لكم على الاكله، في ناس كتير جدا قالوا لي ان هي بيسموها عندهم قراميط، وناس تانية بيسموها سمك صحافه، حاجه زي كده يعني. طبعا اسامي الحاجات دي بتختلف من بلد لبلد. فزي ما انتم شايفين كده بداوا يحطوا التوابل، ملح وفلفل اسمر وكمون وبهارات علشان خاطر تطعم الصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهو. هننتقل بقى دلوقتي بعد ما الصلصة كده تغلي شوية ونروح على السمك بتاعنا نشوف شكله عامل ازاي. ده شكل السمك القراميط اهوت يا جماعه. اي حد بيسميه في بلده باسم مختلف يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. امي بقى بدات تذبحه الاول، وبعدين هتقطعه كده قطع وتنضفه كويس جدا وتنقعه بميه بليمون كده. وبعدين نبتدي بقى نقليه في الزيت زي ما انتم شايفين كده بيتحرك، كان صاحي طبعا. بعد ما خلاص نضفته بقى وقطعته زي ما انتم شايفين كده بدأت تحطه في الدقيق كده، وبعدين يقلوه في الزيت الاول. هو قبل ما يندس لازم ياخد كده صدمة في الزيت، ما بنقلهوش للاخر، بنديله كده نص قلية، وبعدين ندسه في الصواني زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. اتمنى بس تتابعوا الفيديو للاخر علشان تشوفوا الوصفة كاملة. زي ما انتم شايفين كده بقى هيبتدي يحمر، وبعدين نقلبه. طبعا هما معلقين كده السمك على عين والصلصة على عين، بدأت تتسبك اهي. هنسيبها بس كده برضو تنشف شوية علشان هيزودوها مية علشان خاطر يزودوا بها الرز. زي ما انتم شايفين كده اهو، ده اللون اللي احنا بنطلع السمك بيه. طبعا زي ما قلت لكم مش بننشفه على الاخر ولا بنسويه على الاخر، لانه بيكمل سواه داخل الفرن. الاكله دي جميله جدا جدا الحقيقه، وكلنا بنحبها. وبنعملها كده في الرز مدسوس، يعني القراميط دي بالذات بيكون طعمها تحفه في الفرن. كده خلاص الصلصه بتاعتنا كده قصرت زي ما انتم شايفين، وحجمها يعني بقى حاجه بسيطه. بدأنا كده زودناها بالميه، وبدأنا نحط لها برده ملح تاني، زودنا لها ملح علشان خاطر زودناها بالميه. وهنسيبها بقى تغلي شويه علشان نبقى نزود بيها الرز زي ما انتم شايفين كده. بدأنا قربنا خلاص نخلص كده كميه السمك كلها، وكمان الميه اللي احنا زودناها للصلصه بدأت تغلي اهو. هنبدأ بقى دلوقتي نحضر الصواني اللي هنحطها في الفرن. زي ما انتم شايفين كده امي واخده الرز المغسول كده وبتحط في الصواني بتاعتها. طبعا هي عامله بكميات علشان خاطر بيبقى بقى يوم الجمعه ده بصراحه العيله كلها ملمومه وبيتغدوا سوا. زي ما انتم شايفين كده اهوت بدات بقى ترص السمك كده في قلب الرز. طبعا في ناس بتسمي الاكله ديت المدفوسه او المدفسه، حاجه زي كده يعني، بس احنا بنقول عليها سمك قراميط مدسوس في الفرن بالرز، احنا بنقول عليها كده. رصت كده صينيتين، وادي التالتة برضو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هتزود بقى الصواني بالصلصة اللي احنا زودناها مية ووريتها لكم معانا برضو. هتزودهم كده التزويد المعقول، وبعدين هتحطهم في الفرن. طبعا ده شكلها اهو بعد ما اتزودت. هنبدأ بقى نحط الصواني في الفرن كده، ولو محتاجة برضو ان احنا نكملها كده بالمية او بالمية بتاعت الصلصة، يعني امي هتزودها في الفرن علشان لو كانت زودتها كل المية بتاعتها قبل ما تخش في الفرن واحنا شايلينها كانت هتملمق مننا وتقع في البلاطة كده على ارضية الفرن. فهتبدأ امي دلوقتي بقى تزوده كويس وتسيبه يغلي بقى في الفرن كده زي ما انتوا هتشوفوا، ويستوي كويس جدا ووشه يحمر، وبألف هنا بقى للي يجرب يا رب. دي كانت طريقتنا في عمايل السمك المدسوس في الفرن. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوها كده بطريقتنا، وتقولوا لنا الاكله دي في بلادكم بتسموها ايه. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.